اشنو دير الا جبرتي شي واحد عنده بقعه حداك وزاد لك في البقعه ديالك، يعني تعدى على البقعه ديالك زاد فيها واحد 30 سنتيم مثلا، 30 سنتيم في العرض على واحد 10 مثلا في الطول، يعني 30 سنتيم ضربه في 10 يعني كتجبر راسك ناقصه لك 3 متر، والا كان عنده الجوره من جوج جناب راه تجبر مثلا شي 6 متر دالك. في هذه الحاله هذه شنو خصك دير باش ترجع الارض ديالك كما كانت؟ اول حاجه خصك دير تجيب واحد الطوبوغراف اللي يعبر لك الارض ديالك تحديد، يشوف الاحداثيات ديالك ديال هذه الارض هذه، وكيعبر لك المساحه وكيدير لك البيكيات ويشوف وكيعطيك واحد الوريقات ديال العبر اللي ديك البقعه. الا كانوا ديك القياسات اللي دار من الطوبوغراف مناقضين مع الرسم العقاري، مع رسم الملكيه، الا كانت الارض محفظه متناقضين ما هماش بحال بحال، فهم معنى هذا انه زاد فيك وكيشوف كيبان لك شحال نقص من المساحه. هنا الخطوه الثانيه اش غدير؟ غتجيب واحد المفوض قضائي باش يثبت لك، يدير لك محضر واثبات الحاله ديال انه تعدى على الارض ديالك، انه ادالك شويه ديال الارض من البقعه ديالك، وكيعطيك محضر، والمحضر كيبقى عنده في المحكمه. من بعد اش كدير؟ الا كان داك السيد كيبني بادئ الاشغال كتمشي للمحكمه عاوتاني مباشره عند رئيس المحكمه دعوى استعجاليه بايقاف الاشغال باش يوقف الاشغال ديالو وما يزيدش يبني. من بعد عاد كتمشي عنده كتقول له بانك راك زدتي فيا وتخبروا بالحاله اللي ها شنو راك زدتي فيا، شنو دابا واش تفهم؟ لو كنت باغي تفهم معاه امين راه كيعطيك التعويض، كتفاهموا على التعويض، هذاك الشيء اللي زاد فيك كيعوضوا لك فلوس تعويض. ما بغاش كان راسو قاصح، هنا كتكمل الاجراءات ديال المحكمه، كتمشي للمحكمه هذا الموضوع وكتطلب، كدير دعوه، مشى كيوقف الاشغال كتوقف، وكتزيد الدعوه بانه يعطيك التعويض، ولا كنتي باغي الهدم كتطلب انه يهدم هذاك الشيء البناء ويرجع الحاله الى ما كانت عليه في البدايه مع التعويض. وكتجيب الوثائق المعززه، هي ديك الشهاده ديال الملكيه والشهاده ديال المحضر ديال المفوض القضائي والوريقات اللي عطاك هذاك المهندس الطبوغرافي، كتعزم كدلائل على انه زاد لك في البقعه ديالك. والمحكمه عاد نصفك الا كانت الارض محفظه يعطيوك الحق ديالك، يعني بالتعويض ولا بالهدم ولا باي حاجه، تجيك المسائل ديالك كامله. الا كانت الارض غير محفظه هنا فقط المسطره كطول شي شويه، خصك الارض الاثباتات ديال الشواهد ديال الملكيه، يعني كما كان السند ديال الملكيه خصك تدلي به للمحكمه ويكونوا صحاح. هنا كطول شويه المسطره وصافي، ولكن الحق ديالك الا كان متعدى عليك كيرجع لك الحق ديالك كما هو. تحياتي والسلام عليكم، وبارطاجوا هذا الفيديو لان بزاف ديال الناس كيتعداو لهم على البقاء ديالهم. تحياتي، السلام عليكم.